يا مساء الخير اخواتي بقى، واحلى على الاحلى. ما تنسوش كده تصلوا على النبي. النهارده دلوقتي طلب مني واحد فرابتشينو، حاجه كده عظمه، وتعالى معلمكم اقول لكم بيتعمل ازاي. اول حاجه هنجيب الخلاط بتاعنا وهنكون مجهزين ايس كريم من الفانيليا. هنحط في الخلاط 3 بولات من الايس كريم الفانيليا. بعد ما حطينا ال3 بولات ايس كريم الفانيليا هنجيب معلقه من معلقه النسكافيه الصغيره، وهنحط معلقتين او معلقه ونص من النسكافيه. يعني ممكن نحط ظرف نسكافيه كفايه قوي علشان نوفر كده ونقتصد المشروب ده، بدل ما ننزل نشربه في الكافيهات ب50 و60 جنيه نقدر نشربه. يعني الموضوع ما يكلفناش 15 او 20 جنيه على بعض. بعد ما حطينا الايس كريم وحطينا النسكافيه هننزل بقى كده باقل من كوبايه لبن، يعني نص كوبايه لبن على الكميه دي كفايه قوي، تمام قوي. بعد كده هنغطي وهنسيبه يتضرب لمده 10 ثواني. هو كده تمام، ضربناه في الخلاط وما نزودش الضرب قوي علشان ما يحلش معانا. بعد كده هنجيب الكوبايه بتاعتنا وهنجيب صوص كراميل، لو موجود صوص كراميل ماشي، مش موجود مش مشكله خالص. وهنجرنش كده الكوبايه، هنزوق الكوبايه كده يعني من على الطروف من جوه. بعد كده هنجيب الفرابتشينو اللي احنا عملناه وهننزل كده واحده واحده زي ما انتم شايفين. هو نازل تقيل اهو شويه، يعني ولا نخليه خفيف قوي ولا تقيل قوي، يعني القوام المظبوط اللي انا قلت لكم عليه وعلمته لكم هو ده اللي نشتغل بيه في البيت، علشان لو جالنا اي ضيوف او نعمل اي كميات في البيت يعني. بعد كده هنجيب نص بولة ايس كريم كده بالمعلقه نسحبها، وده اختيار يعني. ممكن نحط بولة ايس كريم من الفانيليا، يعني مثلا نعتبرها كريمه كده. لو ما عندناش كريمه في البيت ممكن نحط نص بولة ايس كريم من الفانيليا، ونقوم نازلين بقى كده بصوص الكراميل. وصوص الكراميل قلت لكم هو اختياري يعني مش اجباري، تمام قوي كده. ده كده الفرابتشينو، حاجة كده عظمة وجميلة ورقيقة كده، وطعمه جميل جدا للكبار والصغيرين. بيطلب مني كل شوية، تكلفته في أي كافيه من 60 ل 70 جنيه، لكن في البيت والله ما هيكلفنا 20 جنيه على بعض. وده لعشاق القهوة الساقعة، مشروب جديد وجميل على وخفيف على المعدة، ما هوش تقيل وما فيهوش أي لعبكة نهائي. حاجة كده عظمة قوي. ما تنسوش بقى اللي ما اشتركش في القناه يشتركوا بسرعه، وما تنسوش اللايكات بتاعتكم اللي بتزيدني شرف واهتمام منكم. بس خلاص.